ازيكم؟ كل سنة وانتم طيبين. احنا هنا هنتكلم عن الأحياء الشرقية كمان شوية، بس لأن هي الأحياء الشرقية دلوقتي اللي عليها طلب كتير، وهي اللي فيها أراضي فاضية، هي اللي فيها شراء وبيع دلوقتي. الأحياء الشرقية هي اللي دلوقتي فيها شراء وبيع. ليه؟ لأن فيها كم حي لسه فيهم أراضي ما اتبنتش، فمساحة الأراضي كتير أو القطع الأراضي هناك كتير قوي، فكل البيع والشراء والحركة كلها تعتبر في الأحياء دي دلوقتي. الاسعار بتبقى يعني في تهوت شويه كده، والاسعار هينه شويه علشان لسه اراضي، مفيش حد بنى في الاحياء قوي. فالاحياء كتير، الاحياء هنا كتير. ده 19 ده انا اللي بشاور عليه هنا، بنشاور عليه هنا، ده 19. بصوا اللي هيبقى على ايدي الشمال ده 19، اللي على ايدي الشمال ده 19، واللي على ايدي اليمين هيبقى الحي ال 22. ماشي، المباني دي في ال 22. ال 22 زي ما قلت لكم قطع اسكان اجتماعي 209 و 276. في ناس بتتكلم في ال 209 بمليون ومليون وخمسين، وفي حد كان في كم قطعة كده ب 950. في قطع عليها لسه اقساط، وفي قطع خلصت. ماشي. ال 23 سوري ال 22 في مباني اهو. ال 22 قطعة 209 و 276 بس. اللي في وشي اللي هناك ده 19، اللي على ايدي الشمال ده كله 19 شغالين ما شاء الله في المرافق. اكتر احياء شغالة في المرافق الاحياء الشرقية. اكتر احياء شغالة مرافق الاحياء الشرقية. الشركات كويسة وبتخلص في يعني بتخلص، يعني فاهمين قصدي. بس كانت اللي موقف السبع اللي هو 27، واللي كان موقف ال 31 الشركات اللي كانت ماسكاهم. بس لما جابوا شركات جديده يعني الدنيا شغاله هناك حلوه قوي. هنعمل زي ما احنا بنعمل جوله هنا للشرق، هنعمل ان شاء الله جوله للغرب. بس زي ما قلت لكم الشرق اراضي كتير، فالحركه قاعد فيه كتير اليومين دول. هو اللي فيها اراضي لسه قدامها فتره سماح كويسه في المباني. يعني هناك نيجي نتكلم على الغرب، فاضل بس ال 31 هو اللي فيه قطع اسكان اجتماعي وقطع مميز، وال 27 فيه مميز. ال 33 ال 32 هم دول بس اللي لسه اراضيهم كتير برضو، يعتبروا لسه فيهم ناس ما بنوش قوي. لكن نيجي نتكلم على 28 29 وال 30 اكتر الناس بنت في قطع اراضي، بس سعرها غالي شويه او رفع شويه عشان هي توكيل 10 من رمضان. لكن الاراضي هنا لسه ما دخلتش توكيل 10 من رمضان. اللي حابب يشتري اي حاجه في ال10 من رمضان، عايز تشتري بيت، تشتري شقه، تشتري ارض، اللي جادين بس تواصلوا معايا. رقمي موجود اهوت، وموجود فوق في لمحه، وموجود في اي فيديو. تواصلوا معانا، عندنا المكتب ومكان ثقه والحمد لله. واللي اتعاملوا معانا شايفين قد ايه ان المكان ثقه والمكان حلو قوي. ده كله 19 اللي كان على ايدي الشمال. ده اليمين دوت ال 23 ال 22 قطع. ما بقى في قطع، بعض القطع بنت في ال 22. طيب ينفع نسكن فيه دلوقتي؟ للاسف لا، مفيش كهرباء. مش هتعرفوا تعملوا حاجه غير لما الاسكان بتاع ال 21 يشتغل. ال 21 وال 20 يشتغلوا. لما اسكان 21 و 20 يشتغلوا تقدروا. في ناس بقى ساعتها عشان بيدخلوا عواميد نور، والعواميد النور الكهرباء دي بتشتغل يعني وكده، بيبقى تقدروا تشدوا سلوك، يبقى المسافة قليلة انت تشد سلك من العمود وتشغل كهرباء في بيتك. شايفين احلى حاجة في الاحياء الشرقية يا جماعة؟ قلتها قبل كده و100 مرة هقولها. الطرق بتاعتها واسعة جدا، ما فاصل ما بين احياء او فاصل المجاورات او جوه الشوارع الداخلية واسعة. ده كله لسه كده. انا خلصت 19 كده، هبدأ اخلص 19 وادخل على 18. في وش ال 18 ال 23 برضو في كام قطعة بسيط كده بنوا في ال 23. شايفين العواميد دي كلها؟ دي شوارع، ده هتبقى شوارع القطع يعني دي كلها الشوارع. العواميد دي بتوريكم الاتجاهات ازاي ماشية، او الشوارع ماشي لحد فين، او الشارع هيبقى ماشي ازاي. الاراضي دي كلها زي ما قلت لكم لسه ما دخلتش توكيل العاشر من رمضان. الاحياء الشرقية دي الاراضي اللي مصار فيها دي لسه ما دخلتش توكيل 10 من رمضان. 22 23 19 24 25 35 36 لسه ما دخلوش توكيل 10 من رمضان. يعني كل البيع والشراء فيهم بعقود. يعني ان انا لما احب الارض تدخل توكيل 10 من رمضان هتبهدل. لازم او انا بشتري بعقد، او انا بشتري اي ارض بدون توكيل، لازم اجيب المالك اقعد معاه او اتصل على التليفون اشوفه. هيتعبني قدام، هيبقى كويس معايا، هيبقى سلس معايا، هنقدر نتفاهم. لما الارض تدخل توكيل 10 من رمضان مش هيتعبني، وهيجي يعمل لي توكيل بسهوله. لان كان حد مش فاكره، حد بعت لي على الواتس بيقول المالك مش راضي خانه بيع. يعني هو ماله المالك؟ حد جاي لي على الواتس بيقول لي المالك مش راضي خانه بيع. انا لسه ما اتصلتش معاه، انا بس لمحت الرسائل بتاعته على الواتس، لسه هرد عليه. فانا برضه هشوف الدنيا فيها وهعرفكم برضه في الفيديوهات.
شايفين الطرق هنا تحفه، الطرق هنا واسعه بسرعه لا تتخيلي. ودي كده داخلين على ده 23 ولا خلصنا 23 كمان وداخلين على 24 كده خلصنا 23. اللي على ايدي الشمال ال 18 لسه مرافق وما اتدخلتش، واللي على ايدي اليمين ده ال 23. كم قطعه كانوا بانين في 23 كده خلصت ال 23 هدخل هنا. ده بقى ال 24 اراضي ال 24 زي ما قلت لكم قبل كده، رمله ال 24. يا بخت اللي عنده قطع في ال 24. اكتر الناس مش هتحتاج رمله من بره، لان في قطع في ال 24 الرمله بتاعتها هي اصلا الرمله بتاعت المباني. القطع بتاعتهم الرمله بتاعتها هي المباني. ده ال 24 في ناس شغاله ال 24 قاعد فيه نسبه مباني حلوه قوي. انا خلصت ال 24 ودخلت هنا الفاصل ما بين ال 24 و 25. انا هنا في الفاصل ما بين ال 24 و 25. جبت لكم كده الاحياء الشرقيه وكده الاحياء الشرقيه تمام معاكم. لو حابين تشتروا اي حاجه في العشر من رمضان كلموني تواصلوا معايا. عندنا المكتب والمكان ثقه والحمد لله. 25 ما شاء الله قعدت شغاله قوي. كان اكتر المباني كانت في ال 276 هي 3 و4. دلوقتي 1 و2 فيها نسبه مباني حلوه قوي. طبعا هي كانت رفعت من شهرين كده، كانت رفعت اسعار ال 25 رفعت بزياده قوي. وعايزه اقول ان الدنيا فيها ما رفعتش بعدها. اللي اشترى ارض بزياده مش عارف يبيعها دلوقتي. يعني الناس شارين هناك وعايزين يبيعوا وارضهم ما بتكسبش. يعني شارين بقى لهم 3 4 شهور وارضهم ما بتكسبش ولا جنيه، لانهم كانوا شارينها في الزياده. بس الايام جايه اللي مش محتاج، اللي هو شاري في زياده اي ارض في 23 في ال 25 24 اي ارض ومش محتاجها ما تبيعش دلوقتي، الايام جايه. زي ما انتم شايفين ده ال 25 على ايدي الشمال وال 24 على ايدي اليمين. زي ما قلت لكم الارض دي لسه ما دخلتش توكيل العاشر من رمضان. يعني خلي بالكم وانتوا بتشتروا، اعرفوا يعني ايه ارض دخلت توكيل ويعني ايه ارض ما دخلتش توكيل عاشر من رمضان. اللي ما اشتركش في قناتنا يشترك فيها ويفعل الجرس ويعمل شير للفيديو. حطوا لايك عشان نرفع الفيديو الكل يعرف ان احنا نازلين فيديو جديد. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله نسبة المباني في ال 25 اليومين دول حلوة قوي. اللي عايز يشتري يا جماعة ينهض يشتري، اللي عايز يشتري حاجة ينهض يشتري. انجز، خلص نفسك بسرعة واشتري.